مساء الفل يا ست الكل. ناس كتير بتشتكي من الكوبايات بتنقر، الكوبايات مجيرة، الكوبايات مش عارف ايه. طيب تيجي نشوفوا المشكلة فين؟ تعالي. اولا في ناس بتحط الكوبايات بالشكل ده ملزقة في بعضها، تقوم الكوباية من هنا تنقر. طبيعي، ما انت ملزقة في بعضها يا فندم والرشاشات عمالة شغالة. في ناس بتقوم حاطة الكوبايات كده، اللي هو ايه ده يا فندم؟ ازاي؟ حاطة كوباية كده ورصة جنبها، برضه ما مخبوطة من تحت هي يا فندم، مخبوطة في. طب انت عندك مثلا كوبايه صغيره، المكان اهو. سيبي مسافه بسيطه، مش عشان تكومي وتحطي لزق حطه والاخر هتقولي مكسر ومجير ومش عارف ايه. رتبي يا فندم. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه، انت عندك مشكله البرنامج اللي انت بتستخدميه للكوبايات. عندك مثلا حجم كوبايات كتير مثلا، ما اروحش استخدم برنامج 3 ساعات. ما انت عندك برنامج الكوبايات والكريستال والزجاج، في برنامج خاص بده. مش عايزه استخدمي برنامج النص ساعه. اولا مش هيكون درجه الحراره عاليه جدا، ثانيا هيكون وقت قليل. برنامج، يا اما برنامج الخاص بالكريستال والزجاج، يا اما برنامج النص ساعه. طيب حاجه كمان، المسحوق اللي انت بتستخدميه القوي جدا. طيب انت بتستخدمي مسحوق قوي جدا، ده شيء طبيعي بيخلي الكوبايات تجير وتنقر. طب تعملي ايه؟ لو انت بتستخدمي مسحوق قوي جدا، قللي شويه. بدل ما بتحطي معلقه شاي، اللي المفروض اصلا في العادي بتحطي نص معلقه شاي، وحطي ربع معلقه لما يكون في كوبايات كتير زي ده، عشان المسحوق قوي جدا. طيب نوعيه الكوبايات بتفرق جدا. يعني مثلا، لا ما انا ما قلتلكيش تروحي تجيبي كوبايات ب 700 الف جنيه وطقم مش عارف ايه، لا يا ست الكل، اهو كوبايات عاديه جدا، بس نوع يستحمل الرشاط ودفع الميه والقوه والمسحوق. يعني كوبايات زي كده كويسه. ودي شايفين دي؟ يعني دي هوريها لكم بعد ما تطلع شكلها عامل ازاي، اللمعه والجمال لما تتنضف، لان انت بتتبعي الاسلوب مع كل غسله وكل برنامج بعمل بيه ايه. وبرضو عندنا مشكله الماء العسر، ده بيعمل مشكله كبيره جدا، لان الماء العسر فيه نسبه كالسيوم ومعادن بتعمل ترسبات فوق. بالمناسبه انا عامل لكم فيديو قبل كده على موضوع الماء العسر ده، تعرفيه ازاي وازاي تحلي مشكله الماء العسر. ابقوا روحوا اتفرجوا عليه. لما تلاقي هنا الماء العسر بيعمل لك احيانا ترسبات فوق الكوبايات، طبعا انت بتطلعي الكوبايه وتشطفيها وتقولي كده خلاص، لا، ده مع الوقت بينقر لك الكوبايه وبتبوظ. طيب خلاصه الكلام ايه؟ اول حاجه برنامج لطيف، مش الثلاث ساعات وحراره عاليه والكلام ده. وكمان مكان مخصص للكوبايات، ما يبقاش بالشكل ده، ما هتقع، هتخبط فيها هتقع كده. يعني عندك كذا مكان، عندك ده عندك ده عندك ده، اوعي تلزقهم في بعض كده. تمام. يلا بقى نغسل ونشوف واوريكم شكل الكوبايات والزجاج ببرنامج لطيف ومسحوق خفيف. اهو يا جماعه، شوفوا عندي هنا الكوبايات وعندي هنا الكوبايات، حاططها في الاماكن المخصصه ليها. الافضل ان هي، شوف في فواصل عندي. ادي الكوبايه. طيب شكل الكوبايات ايه؟ انا على فكره طبعا بستخدم مسحوق. ادي شكل الكوبايه، لا مجيره ولا هي منقره ولا فيها اي حاجه. شوف. طبعا برضو بتعتمد على نوع الزجاج ونوع الكوبايات. ما تجيبيش نوع رديء جدا وتحطيه وتقولي لا ده نقر، لا مش عارف ايه. اهو نوع تاني من الكوبايات، ده نوع تاني ولا فيه اي حاجه، ولا تنقير ولا تغيير ولا اي حاجه. اهو ما لزقش الكوبايه في جنب الكوبايه والاخر اقول الحروف بتنقر، لا. طيب بالنسبه للجوده، يعني مثلا عندي مثال، دي جوده، دي معلقه، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي جوده مش عاليه. طيب ايه الجوده العاليه شكلها ايه؟ ادي الجوده. دي معلقه تانية، شايفين بتلمع ازاي؟ شايفين الشكل؟ دي الجوده اللي بتفرق، فرق بين جوده وجوده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واهم حاجه اشتراك على قناه اليوتيوب. وهنعمل لكم فيديو بنوع المساحيق، لان في انواع مساحيق هي السبب في التغيير، هي السبب في التنقير، هي السبب كلها في الحاجات دي. رشحوا لنا انواع مساحيق نعمل لكم عليها ريفيو.